السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني، يا رب دايما تكونوا بخير ودايما تكونوا في احسن حال. هنعمل مع بعض النهارده صينية بطاطس بأجنحة الدجاج. يلا نسمي بالله ونبدأ كده. انا عملت قطعت بصل، قطعتها مكعبات صغيرة كده، وكنت مقشرة البطاطس ومجهزاها ومجهزة الطماطم، والأجنحة بتاعتنا كنت غسلاها ومنضفاها كويس. هنا عملت البصلة بقى بالبهارات، كمون وفلفل أسمر وبهارات فلير وسبع بهارات، وبعد كده حطيت عليهم الطماطم، وبعد كده رصيت البطاطس في الصينية وحطيت عليها برضو طماطم تاني، وبعد كده هرص عليها الأجنحة زي ما انتوا شايفين كده. نبقى رصيت الأجنحة بتاعتنا على الصينية، وعملتها برضو بصلصة الطماطم. بعد كده هحطها على البوتاجاز من على عين البوتاجاز الأول، وبعد كده هدخلها الفرن، عشان لما بحط يعني نعملها على البوتاجاز مش بتاخد وقت زي الفرن أوي. بس هي كده كانت على البوتاجاز، كانت البطاطس بتغلي. شايفين؟ بعد كده بقى هدخلها الفرن. هنا كنت عامل كوباية شاي، كنت مصدعة خالص، قلت انا بخلص كده عشان الصورة. هنا البطاطس بقى دخلها هنا بقى، كنت دخلت البطاطس الفرن، قلت على ما تخرج من الفرن اكون عملت ايه شوية رز بشعرية حلوين. هنا بقى البطاطس بتاعتنا بعد ما طلعناها من الفرن، شايفين شكلها متحمر كويس. طعمها كان تحفة، جربوها هتعجبكوا قوي. متنسوش تحطوا اللايك، ولو لسه معملتوش اشتراك في القناة اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.